بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم عن حاجه اسمها الديريفاتيفز، وحاجه مشتقه جديده منزلينها في السوق عشان يحلوا ازمه الدولار اللي احنا بنواجهها دلوقتي. فتعالى نحسبها ازاي، وهوريك تحسبها ازاي، وهوريك الطريقه الادفانس ان انت تتعامل بيها ازاي. طيب اوكي، انا عندي دلوقتي مثلا سعر السوق بتاعنا مثلا حوالي الماركت اوفر البرايس او البرايس حاليا دلوقتي في السوق 30. تمام. ومتوقع ان هو يزداد ويعلى وكده. فهي بتبقى الديريفاتيفز دي مشتقة من حاجتين اتنين بيراهنوا بعض. يعني مثلا انا هقول محمد، انا واحد من الناس راجل تشاؤمي شايف ان الدولار اللي هو دلوقتي بيتداول ب 30 بالدولار، فانا شايف ان هو هيوصل 40. واحد صاحبي معايا في الشغل مثلا اسمه اسلام، فهو متفائل يقول لك لا ده الدولار هينزل. الدولار هينزل، هيوصل يا عم من كام؟ من 30 دي هيوصل 25. طيب ايه الديريفاتيفز؟ انا والله هاجي اقول لاسلام بص يا عم اسلام، انت راجل بتقول انا هشتري انت هشتري منك الدولار يوم 28 فبراير، يعني هاجي كده اقول 28 فبراير 28 فبراير عايز منك الدولار ده بكام؟ ب 35. ايه ده يا عم؟ ده هو ب 30 دلوقتي. قلت له انا هشتري منك بكام؟ ب 35 بعد شهر. طيب والكلام ده كده، فهو لو حسبها كده بيقولك والله انا ب 35 وانا عارف ان هو هيبقى ب 25، فهو هيكسب 10 جنيه في الايه؟ في الدولار الواحد. تمام. طيب انت هتشتري مني كام؟ انا هقول له يا عم اسلام والله هشتري منك 1000 دولار يوم كام؟ 28. قال لي خلاص تمام زي الفل. هو مقتنع ان الدولار هينزل وانا مقتنع ان الدولار هيزيد. طيب عشان نعمل الاوبليجيشن ده او نعمل كونتراكت، وان انا ابليجيت اسلام ان هو اشتري منه ال 1000 دولار دول على 35 جنيه الشهر الجاي، بقول له والله هدفع لك اوفر برايس على ال 1000 دولار دول. يعني لو كده على ال 1000 دولار في كل واحد هديك 3 جنيه زياده ككونتراكت دلوقتي، فانا هدفع له كام؟ 3000 جنيه. فده بير يونت. طيب الاستحقاق بتاعي بعد ايه؟ بعد مانس. يعني احنا دلوقتي لو في يناير، فانا اقوله مثلا 28 فبراير، فده اخر الشهر الجاي. كام يونت انا عايزهم؟ 4000. ايه بقى الرقم اللي انا متوقعه؟ 40. طب هنفترض ان في 28 2 جه السعر بقى 40، بقى 40 جنيه فعلا. طيب انا هكسب ايه وهو هيخسر ايه؟ طيب فانا لو انا جيت كده، فانا اقول والله يا عم اسلام انا دلوقتي هشتري منك، السوق بيتباع في كام؟ فبيتباع في 40. طيب وانا هاخد منك الاكسرسايز اللي انا قلت لك انا هشتري منك البتاع غصب عنك بكام؟ ب 35. صح كده؟ صح كده. طيب ب 35. طيب كام؟ في 40. طيب انا دفعت لك كام على كل واحد من البتاع؟ ب 3 جنيه. فانا ال 3 جنيه دول هضربهم في كام يونت انا عايزهم؟ 1000 جنيه. ادي كام؟ ادي ال 2000 جنيه. طيب اسلام بقى بيقول لي والله انا خدت منك 3 جنيه. تمام. 3 جنيه. والتلاتة جنيه، وانا لو انا كنت هبيع الالف دولار دول في السوق ب40، فانا هخسر. بس انا هبيعهم لك ب35 ناقص كام؟ ناقص ال40 الاولانية اللي انا المفروض ان انا اخسرها في السوق. ايه الكلام ده كله في كام؟ في السعر. في كام واحد انا هبيع له 1000 دولار. فانت لو بصيت كده هتلاقيه طالع بالايه؟ بالسعر. طب ايه ده؟ معنى كده ان انا اللي هكسبه اسلام هيخسره، والعكس صحيح، لو اسلام كسب انا هخسر. فهمت الفكره؟ فهو الفكره يا هو نكسب او نخسر. طب تعال نشوف الكلام ده كده مظبوط ولا لا. والله هنقول عندنا محمد، انا النهارده لو انا كنت هاخد الالف دولار دول، الالف دولار دول هبيعهم في السوق بكام؟ ب40، فانا هكسب 40000 جنيه. بس انا مشتريهم من اسلام كسعر تكلفة ب35. في 1000 دولار اهو، في 1000 دولار بكام؟ ب35. ودافع له كمان على الاوفر برايس على التلاتة في ال1000 دولار بكام؟ ب3000. لو انت جمعت دول كده قلت له صم، هتلاقيها كام؟ 2000 جنيه. ده اللي انا كاسبه. نفس الكلام لو عملت بي ان ال للاسلام، يعني انا عملت كده لمحمد، لو عملت بي ان ال للاسلام وعكست الموضوع هتلاقي نفس الكلام خسارة لاسلام. طيب ده في الحالة ان سعر الدولار طلع. طب لو انا عملت العكس، سعر الدولار قل، يعني انا زي اسلام بتوقع اسلام طلع صح، انا جاي بقول له ايه الماركت برايس بتاعي؟ والله ب 30، والاكسرسايز 35، هشتري منك 35. بس جيت عند 28 فبراير لقيت ان الدولار ب 27، مش زي ما انا متخيل. فانا النهارده لو جيت انا عملت الاكسرسايز، لو انا جيت قلت له ماشي يا عم اسلام انا هشتري منك الدولار اللي موجود في السوق، الدولار لو انا اشتريته من السوق هشتريه بكام؟ هشتريه ب27 ألف دولار في 27. صح كده؟ أنا هشتريهم بكام؟ ب27 ألف جنيه. فأنا بقى عشان غبي،
فاقول لك لا يا عم اسلام، انا يا عم هشتريه منك بكام؟ ب 35. ب 35 يعني هو بيبيعهولي اكتر ما السوق ما بيتباع، فانا في الحاله دي هخسر كام؟ ده ناقص ده، لو انت قلت له ده ناقص ده، فانا هخسر كام؟ 8000. طبعا الكلام ده انا عمري ما اعمل كده. طب ليه؟ عشان انا مفيش اوبليجيشن. ايه ده؟ هو ينفع؟ يعني اللي بيمضي العقد وانا اللي مديله ال 3 دولار ده، انا اللي ماضي العقد، انا اللي اكبر اسلام، لكن اسلام ما يجبرنيش. طب ايه يا عم في الحاله دي؟ في الحاله دي كل اللي هخسره ايه؟ والله لو انت بصيت كده، انا يا عم مش يا عم يغور الاوبشنز، يغور الكول اوبشنز. انا يا عم انا هقول لك انت ليه خدت كام؟ 1000 دولار يا عم اللي انت عملتهم في ال 3 جنيه، يبقى انا خسرت ال 3000 جنيه. ايه؟ خسرت ال 3000 جنيه. تمام. نفس الكلام اسلام كسب ايه بقى؟ طبعا ده في سالب واحد، لان ده انا خسرته. يعمل كده ليه؟ ما علينا، 3000 بالسالب، خلينا نكتبها. تمام. انا خسرت 3000 جنيه واسلام كسب 3000 جنيه. ده عباره عن، طب في حاجه دي اسمها الكول اوبشن. طب في حاجه تانية اسمها البوت اوبشن، عشان ما نطولش في شرحها. هي عكس الحاله دي، بس الفكره اللي انا بدل ما اقول لاسلام هات يا اسلام الدولارات اللي عندك، انا اتفق معاه اللي انا هبيع له الدولارات. والله اسلام شايف ان الدولار الدنيا هتولع و 35، يا ريته ب 35. ده انا ده انا يا ريت ابيعه ب 35، وانا شايف الدنيا هتوطى بتاع. فانا اقول له خلاص يا اسلام هبيعهم لك بكام؟ ب 38 كمان شهرين، بس انا عارف ان الدولار هيوطى، هيوصل 27 وكده. فاجي في تاريخ معين الزمه اللي انا ابيع له الدولارات دي بالتاريخ ده. يعني يوم 28 الدولار بكام؟ ب 27 جنيه. طبعا ده الدولار نزل، فانا اقول له لا يا باشا، احنا ماضيين عقد اللي انت هتشتري مني بسعر 38، فانت كده لبسته. فهمت الفكره؟ هي دي عكس دي. طب في الواقع العملي بتمشي سموث كده؟ لا مش كده بالظبط. في حاجه اسمها بلاك تو سكول. يعني انت لو راجل بتدرس سي ام اي، ربنا يعني يكرمك يعني ان شاء الله، ودخلت هتلاقي ده حاجه اسمها الكول اوبشنز. ده الكول اوبشنز زي ما انت الكول اوبشنز والبوت اوبشنز دي بالطريقه السمبل. في طريقه تحت هي مور اكريت، حتى هو بيقول لك النون اللي هو بيستخدمها العالم كله. في حاجه اسمها بلاك سكول فورمولا، وفي حاجه اسمها بيانوميال ميثود. انا ما اعرفش بيانوميال ميثود دي وما استخدمتهاش، بس انا اعرف البلاك سكول. او في ناس هي بلاك سكولز، وفي ناس بتقول لك بلاك شولز، فخلينا نقولها بلاك شولز على طول وخلاص. تمام. دي لازم تحضر فيها الاكسرسايز برايس، وفي حاجه اسمها برايس اندر لايك، والانترست ريت، والتايم انتل اكسبريشن. هقول لك كل حاجه من دول. ايه الكلام ده؟ طبعا انت لو بصيت للمعادله بتاعته وازاي ان انت تعملها، زي ما انت شايف الجراف ده، بتعمل حاجه اسمها نورمال ديستريبيوشنز. هل الخط بتاع الحاجه ماشي سموث؟ طبعا احنا عاملينها نورمال ديستريبيوشن لمصر، زي ما انت شايف العك اللي احنا شايفينه ده. في حاجه اسمها فيولاتي، ان انت التغيرات اللي بتحصل والتقلبات في اسعار الصرف عامله ازاي. حاجه اسمها نورمال ديستريبيوشن، انت عندك تذبذبات قد ايه في الاسعار، وفي بيبقى في حاجه اسمها نورمال ديستريبيوشن 1 ونورمال ديستريبيوشن 2، وبتعمل حاجه اسمها السيجما، وبتجيب تايم سكوير بتاعها. فقصه كده ومعادله، انا مش عايز ادخلك في تعقيداتها والكلام ده. طيب انا النهارده كاتب لك المعادله برضه، لو عايز تبحثها وتطلعها عشان تطلع النتائج بتاعتها. بس المعادله دي مش موجوده في الاكسل. يعني انت لو جيت كتبت هنا بيساوي كول اوبشنز، بص مفيش حاجه اسمها كول اوبشنز. اوكي. طيب هتعملها ازاي؟ طبعا برضو نرجع بس لنقطه معينه، ان الكول اوبشنز والبوت اوبشنز هنا في فيريتي شويه. ايه هو؟ اول حاجه لازم تكون معروف الحاجه اسمها الستوك برايس. ايه الستوك برايس؟ البرايس بتاع الستوك بكام. تمام. تاني حاجه لازم يكون عندك الاكسرسايز برايس. انت هتنفذ هي مش ستوك برايس، هنا تقدر تقول مثلا سعر الدولار المتداول كام، واكسرسايز برايس انت هتنفذه بكام، والريسك فري انت النهارده من غير ما تخش المخاطره دي، انت خدت الفلوس دي حطها في البنك، هتاخد عليها فايده كام؟ طبعا انا حاططها 25%، ان انت لو خدت شهادات السيسي الجديده دي هتروح تحطها في البنك 25. طب هنا الفيولاتي التقلبات في اسعار السعر، هل هي ثابته ولا ماشيه؟ لا يا باشا، الفيولاتي عندك متبهدله. يعني عشان اخد 25%، انا الفيولاتي هنا اصلا ما عرفتش احسبها، فاديتها 50%، اللي هو يعني بتتغير كل دقيقتين فعليا يعني. طيب هنا في حاجه مهمه جدا، حاجه اسمها تايم اكسبريشن. تايم تو اكسبير اللي هو انت هتنفذ الكول اوبشنز او البوت اوبشنز دي بتاعك في قد ايه. فانت هنا بتعملها على 12. يعني انت مثلا لو هو تحسبها دايما على 12، هنقول مثلا لو انت هتاخد 6 شهور، فانت ال6 شهور تقسمهم على 12 فيطلع لك كام؟ 50%. لو انت مثلا بعد 3 شهور تقسم ال3 شهور على 12 فيطلع لك كام؟ 25%. فدي حاجه مهمه جدا. طبعا هنا في حالتنا هنا هنقسم على 12 وهتطلع 8%، دي عباره عن ايه؟ اللي هو الشهر اللي جاي. طيب
عشان اظهرها اصلا المعادله دي اعملها ازاي؟ انت كل المطلوب منك هتدوس الت اف فانكشن وهتدوس اف 11، هيطلع لك فيجوال ستوديو زي ما انت شايف كده. هتروح عند موديول وتقول له انسيرت موديول. شايف الموديول ده؟ هتيجي هنا هديك كده في بي اي، حاجه اسمها في بي اي كود كاتبه لك انا اهو كده محطوط زي ما انت شايف. هتاخده كوبي بيست بس، وكل اللي عليك اللي انت تقفله وهتروح تحط، او كود مش انا اللي كاتبه بصراحه يعني، خلينا نكون بتاعنا الكود ده واخده من ناس يعني كاتباه. فهتاخد الكود كده ترميه كوبي بيست، وبعد كده بتقفل خالص تمام، وتروح مسيف. بعد ما تسيف هتسيب، هتروح هنا تروح قايل له سيف از، وتختار هنا تدوس كده وتختار تاني واحده اللي اسمها ماكرو انيبل. خلاص، وتسيف اند سيف، وبعد كده تسيف وتقفل. شكرا. طيب بعد كده هتيجي هنا بقى عايز تحسبها، فهتقول هنا الفي بي اي بتاعتك لو انت اخترته هتظهر لك المعادلات زي ما انت شايفها. فهتكتب هنا في بي اي موديول، اختار بي اس كول 1. طيب الكول 1 هتقول له هنا الستوك برايس. طب الستوك برايس مش متعرف، لازم انت تروح تعرفه. فانت تيجي هنا هتكتب ستوك برايس. خلاص، فتقول له تمام. طب وهنا الاكسرسايز برايس متعرف، ال 25 سكي فري تمام. انت هتقول له هنا كول او في بي اي، هتلاقي هنا بي اس كول. هتختار اول حاجه ستوك برايس، تاني حاجه هتختار اكسرسايز برايس، تالت حاجه هتختار ريسك فري، رابع حاجه هتختار الفيوليتي اللي هي هتختار الفي، تالت حاجه هتختار التي تمام اللي هي التايم اكسبريشن. طب الكلام ده كله هل في سهم واحد؟ لا، انا عندي 1000 واحد، 1000 دولار، فانت تضربها بتاع. فبيقول لك الكول اوبشنز بتاعتك هنا عشان خاطر ما تخسرش فيه في سر تقلبات السعر ده. فانت الكول اوبشنز بتاعك 434. طب لو انا عايز احسبها كبوت اوبشنز في بي اي، هتقول له البوت اوبشنز، بتختار هنا البوت، بتختار البوت. فتيجي برضه نفس الترتيب نفس كل حاجه. اول حاجه بتختار الستوك برايس، تاني حاجة بتقول له الاكسرسايز برايس، تالت حاجة الريسك فري، والرابع حاجة الفيوليتي، خامس حاجة هتختار له تي اللي هو التايم اكسبريشن. بس هنا بقى البوت عكس الاوبشن، فتضربه في -1 وتضربه في كام يونتس؟ 1000 دولار اللي انا عايز اشتريه، فتطلع لك كده. فبيقول لك والله ان انت البوت اوبشنز بتاعتك عشان ما تبقاش خسران فيه، الاستيميشن بتاعته 472. يا رب يكون الشرح باين او بتاع. طبعا ممكن تكون طريقة البلاك سكول دي فورمولا معقدة شوية وفيها تعقيدات كتيرة، بس احنا قلنا نشرح ده ونشرح ده للأمانة وازاي اللي احنا نقول. طبعا محتاج الاكسل، يحط بس ايميله في كومنت وان شاء الله نبعته.